والشريعة نزلت لحكم الوصي. في المرحلة الأولانية الفرع قام على الوصاية اللي هو آية الشورى. آية الشورى لبست على الناس كثير، افتكروا أنها ضد ديمقراطية، لكن في الحقيقة حتى لو جيت انت للبداهة المعاشة أنه ما في هيئة استشارية شورتها ملزمة للمستشير. أي هيئة استشارية هي مستشارة لأغراض ما فيها إلزام. قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن نحب أن تكون المسألة دي واضحة بالصورة دي، أنه إذا كان نبينا استشار أصحابه وجب عليه أن يستشيرهم، لأنه ده شريعته أمره بأن يشاورهم. إذا كان رايهم مع رايه بقى بنفذ يتوكل على الله. إذا كان عندهم راي وهو ما عنده راي عارض رايهم وياخذ رايهم لينفذوا يتوكل على الله. إذا عندهم راي وعنده راي ورايهم عارض لرايهم، رايهم ما ملزم، ينفذ رايه توكل على الله. دي العبارات اللي تؤخذ من آية الشورى. ما حدث في التاريخ أنه شاور وخالف، لكن ده ما بيعني أنه الشورى ملزمة له، لأنه أبو بكر بعد شاور وخالف، وعثمان بعد شاور وخالف، وعمر وعلي بعد شاور وخالف. معاوية جاء أبا يشاور. فالقول بأنه الشورى هي الديمقراطية غلط إطلاقا، ما هي كده. الشورى حكم الفرد الرشيد الذي جعل وصيا على القصة، يشاورهم ليعاملهم معاملة إنسانية، لتصح إنسانية في أنفسهم، ليمرنوا على مباشرة أعمالهم، يتعلموا بالخطأ، لأنه عندما يقولوا رأي ويظهر خطأه في التطبيق بيتعلموا، ليعدهم ليكونوا رشدا. لكن الشورى ما ملزمة. في مرحلة زكاة المقادير تشريعنا اقتصاديا راسمالي. برضو ما أحب أن الناس يفتكروا أن الراسمالية لازم يكون فيها الربا ولازم يكون فيها الاستعمار ولازم يكون فيها استغلال العمال. دي صورة منها مؤكد، صورة غليظة، لكن علميا أي نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القليلين راسمالي مهما قيل عن إنسانيته ولطفه. علميا زكاة المقادير ينطبق عليها التعريف ده، وهي راسمالية من هنا. والشورى زي ما قلنا ما هي ديمقراطية. حكمنا الأولاني لم يكن في شريعته ديمقراطيا ولا اشتراكيا، ومن ثم التماس الدستور فيه خطأ. ما فيه دستور. الرجل اللي فهم الدستور وحد النبي، فهم القرآن، ولذلك كان المشرع الوحيد. ربنا شرع عنه هو. أبو بكر من بعده ما مشرع، لأنه الدستور ما مفهوم إلا عنده. الدستور هو القرآن. فما في حكمنا الأولاني دستور. الدستور القرآن، لكن أصول الدستور في القرآن في الشريعة منسوخة. إذا أنت عايز تقول عايز الدستور الإسلامي، أبعث آيات الأصول اللي كانت منسوخة قبل بتطويرك لآية الفروع لتقرب لآية الوصول. يجي العمل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. منع الوصاية على حرية الأفراد، دي ديمقراطية. يجي العمل في مستوى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، دي اشتراكية. دي قمم في الحقيقة. انت مش راح تجي من الفرع إلى القمة دي. القمة دي راح تظل في مجال الأخلاق لعمل الأفراد، لكنك زي ما قلنا الزاوية المنفرجة بتكون أقل انفراج، بتكون انت أدخل في الدين حسب حاجة المجتمع، والمجتمع باستمرار يتطور ليكون الزاوية المنفرجة دي تنطبق على الزاوية القائمة اللي هي الأصل. وهيهات ده لا يتحقق إطلاقا، لأنه الأصل هنا قمة عمل الأفراد، ولا يكون فيه تشريع الجماعات إطلاقا مهما ارتقت الجماعة، لكن باستمرار الزاوية تضيق لتنطبق. هنا ما في دستور إسلامي إلا بتطوير الشريعة الإسلامية لتبعث آيات كانت منسوخة وهي الأصول، وتنسخ آيات فرعية كانت ناسخة لأن الوقت خلفها.